بدنا رطلين لحمة مدهنة مشان المحاشي. رطلين شو؟ لحمة مدهنة مشان المحاشي. ايه مو تكرم، بس شو مشان حقهم؟ عادي عادي عمي، سجلوا جنب اخواتهم. لا حول ولا قوة الا بالله، ولك صار لك سنة عم تاخذ على الحساب ليك؟ يا عمي لا تاكل هم، رب العالمين بس هيك يفرجوا علي رح سكر لك حسابك كلياته. والله انا خايف تترك الحارة وما تصفي لي حسابي. لك وين بدي روح وين بدي اختفي، لك الله لا يحرمني. يلا السلام عليكم. لك وين رايح؟ على وين؟ لا حول ولا قوة الا بالله على المصيبة. بالي معك، بالي يا لك يا الله لا يحرمني هالصوت بهالميات الهي. لك اهلين وسهلين اهلين عمي حسيب يا دورة الله يسعد لي اوقاتك. يعني لاقي معك كم قرش هيك دين، يعني والله شوي متضايق. لا حول ولا قوة الا بالله، يعني والله العظيم ماني عرفان شو بدي اقول لك يا حسيب، بس يعني بصراحة المصاري اللي عم تاخذها مني كتروا وصار عليك الدين كتير كتير. طب يعني شو بدي اساوي؟ عم لك والله هيك مخلوق متضايق. ما بعرف شو بدي اقول لك اخي، بس هيك هي مجيدية. مجيدية وحدة ما بكفي، بدي اقل شيء 5 مجيدية. 5 مجيدية؟ لك ايه عم بقول لك بدي خذهم، يعني انت اعطيني اياهم وخذ وسجل على الدفتر جنب اخواتهم. طيب انت هدول منين بدك تسدد لي اياهم يعني؟ لك ما بتعرف ربك كريمك يا اخي، وان شاء الله الله يرزقني وبسد لك اياهم دفعة واحدة. لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله. هاي 4 صار معك 5 مجيديات. لك روح الله يعزك وبالي معك. يلا السلام عليكم. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. وبعدين مع القصة شو بنلاقي لها حال؟ يا الله. سميحة عادلية وينكم يا بنات؟ اهلين اخي يعطيك العافيه. لك يا اهلين وسهلين باخي والله. الله يرضى عليك. جبت لي اللي طلبتم اخي. ولا وهي اللوزية هون لعيونك. ان شاء الله بتعافي. الله يعافي لي اياكم الهي. عملتوا لنا غدا؟ ايه لك عم مش يلا سووا لنا اياه على السريع. عيونك يلا. دايخين من الجوع الله يرضى عليكم. حسيب عم يربي حريمات يا ابو اديب. يا ابني ما اختلفنا، بس حسابه كبير كتير يا ابو نادر. عمي ابو نادر بصراحة كمان أنا حسابه عندي الله وكيلك صار أكبر من سحارة الخيار. يا بي وانا كمان صار له اخذ مني اكثر من 5 مجيديات، يعني ما عم بعرف شو القصة. لك تصور صار له سنة عم ياخذ لحمة من عندي بالدين، العمى. عمي بده ياكل بالدين ما اختلفنا، بس صاير في مثل اللي قاعد على القش ومشتهي الرش. أنا فاتح الدكان لاسترزق أنا وعيالي من وراها. الله وكيلك يا ابو نادر، الله وكيلك، انا ما عم دينه الا كرمالك. إيه بصراحة نحن يعني الحالة ما عادت متحملة، ما عدنا نتحمل بنوب. بصير خير ان شاء الله، بصير خير. يعني شو بفهم من كلامك؟ اخي حسابكم عندي انا، على دوز بارة بتاخذوه انت وابو فكري. كلامك طابه عندي يا ابو نادر على راسي من فوق. خلص لكان اتكلنا على الله. ونعمل اتكال. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله علي عمي وبركاته. ابو نادر. الله معكم، مع السلامة. ورحمة الله وبركاته. يا بي انت ليش دقيت على صدرك وقفلت لحسين؟ ابني انت لسه ما بتعرف شو بيطلب منك حسيب، مصاري عطيه، فهمت علي؟ مفهوم يا ابي مفهوم. حنزلك انا بدي اروح على البيت. السلام عليكم. الله معك، الله معك، تيسر. شو عم تحكي انت يا مو؟ يعني اذا ما معه مصاري ليش لحتى يتشهون على حساب فلان وعلان؟ ما بعرف يا ماما، والله هذا اللي حيجنني. ليش يعني؟ طمعان بأبي، وأبي شو بده عم بيعطيه، لا قال شو بيقول لي أبي؟ شوف إذا بيجي لعندك حسيب بيطلب مصاري فورا بتعطيها، اصحى ما تعطيها. ايوه، يعني ابوك رح يدفع حسابات العالم كلها. لك ايه يا مو، وحزن شو ساوى كمان؟ شو؟ دق على صدره قدام العالم كلياتها وقال أي شيء على حسيب تاخذوه مني أنا. لا مو طبيعي. هو يا مو هذا حسيب من وقت ما مات أبوه
هو عايش بالدين هو واخواته. ايه وعايش كمان على حسابنا نحن اكثر شيء، عم ياكل ويشرب ويلبس ويتفخفخ. وابي لك ابي اللي حيجنني، انا ما عم بفهم عليه بالمره. لك شو بده عم بيعطيه؟ بدك شي يا عمي حسيب؟ ما بدي غير سلامتك عمي ابو نادر، ما بدي غير السلامه والدعوه. بالنسبه للمصاري اللي اخذها من العالم باذن الله رح اوفي لهم اياها على دوز بارة. ايوه، منين بدك تجيب المصاري يا ابني؟ لكن ما في شيء بعيد على رب العالمين، ربك كريم. إيه ما اختلفنا، ما في شيء بعيد عن رب العالمين، بس منين فهمني؟ تركع عاد يصير باذن الله كلياته بيتيسر. يلا السلام عليكم. تعال شو، انت بتعرف قديش انا بدي منك مصاري؟ بعرف. يعود لك انا نتفاهم. عود إيه مو على عيني. هاي قاعده. ايه يا عمي حسيب، انا رح صفي لك كل حساباتك وديناتك اللي عليك، ورح سامحك انا كمان بمصرياتي، ورح اعطيك 3 ليرات ذهب وشغلك عندي هون بالقهوه باجرم محرسي. بدك روح الله يجبر بخاطرك عمي. بس يعني عدم المؤاخذه شو المقابل؟ قابل تجوزني اختك الصغيره. يعني بدك تتجوز اختي عدليه؟ على سنة الله ورسوله يا حسيب. شو موافق؟ يعني موافق بس بشرط. وشو هو؟ جوزني بنتك ملا. قوم واقف ولا؟ قوم واقف يا عمي. نقلع من هون، ما بدي اشوف وشك. نقلع. ربيتك من حالك، أنا برجيك. شبك تقبرني؟ ما في شيء اختي، ما في شيء. مشان الله اللي شبك حبيب قلبي، مالك على بعضها. بدي قديش عمرك اختي؟ يا سيدي أنا هالشهر بطبق 23 سنة و7 أشهر و3 أيام بالضبط. لك تقبرني لا تهكلم، أنا ما بدي أتزوج قبل ما أمن عليك. قعدت لك على قلبك، سقت مني؟ لا والله يا اختي مو هيك القصة، بس انتي واختك تاخرتوا، لازم تصير تتجوزوا بقى. على الله على الله، اتركيني يا اختي اتركيني، الله يوفقك. ما فهمت عليك عمي ابو نادر. أخي أنا سحبت إيدي من حسيب، دبر حالك. شلون بدك تجيب حقك ما بعرف، وإذا بدك روح اشتكي للكركون وأنا ما عندي مانع. يعني انت تنصلت من المسؤوليه؟ دبر حالك أخي. طيب ماشي، انا بدبر حالي. ايه ابو نادر، بدي اسالك ليش سحبت ايدك من دفع حساب هذا حسيب الكلب؟ شنو لقيته؟ واحد عوانطجي وواطي وحرامي وقليل أصل وقليل بيعة كمان. والله معك حق، هذا من يوم واطي. أخي أنا رايح على الكركون لحتى أشتكي عليه، بتحب تمشي معي ونكبر الشكوى ضده ونلم كل العالم اللي عنده ديون؟ وانت قلتها، انا ناطر هالكلمه منك من زمان. انا بدي اروح على الكركون واعمل شكوى لهذا حسيب الزفت. شرف معي. يلا دقيقه بس اسكر. يلا. والخياط بده منك 20 مجيدة حق الأواعي اللي لابسها؟ اوف 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 اوف. وهاي العلاف كمان بده منك حق كيس قلم أحمر برغل، و50 رطل فول، و20 رطل حمص، والخضرجي
واللحام والقائمة بالطول أكتر وأكتر. فشو قلت؟ بدك تعطي للناس حقها ولا بدك تنكر؟ لا بعترف شو هالحكي سيدي؟ بعترف هدول كلياتهم لهم حق عندي. مو بس هيك، في ناس كثير اخذ منها مصاري حرام للامانه انه ما اشتكت علي. وإمتى بدك تعطيهم حقهم بقى؟ اسبوع، اعطيني اسبوع واحد وبرجع لكل الناس حقوقها. لا يا حبيبي، أسبوع كتير. الناس بدها حقها وعم بتطالب بكرة بدها حقها، وإلا على السجن. لك يا سيدي، يعني اذا حطيتني بالسجن شلون بدي اوفي الناس حقوقها؟ أيوة. شو برأيك؟ اسبوع، وبعد اسبوع اذا ما وفيت الناس حقها الك حق عندي انك تحبسني وتخليني تختخ بالحبوس. حسيب؟ نعم. أسبوع واحد. نعم. وزيادة يوم والله بخليك تدخ بالحبس. حاضر. ابصملي على الورقة اضمن فيها حق الناس. حاضر. هون. شو يا صاير كريم كتير يا ابو نادر. ولك انا شفقت عليه لانه عم يربي حريمات، بس من هلا ورايح متليك واحد ما بعطيه، بدي استرجع كل مصاريه. ايه، ولا تنسى إلنا حق عنده. انو حق؟ ذكريني. شو نسيت شراكتك مع ابوه بارض كيوان؟ لا لك هي مضت من زمان، صافينا انا وياه كل واحد اخذ حقه. ايوه، وليش ما خبرتني بقى؟ لك ما خبرتك شو انه ابوه ما له سنه متوفي، يعني قلت لحالي مو محرز احكي فيها القصه، نسيت انا. اها، شرف ابو اديب، هذا حقك. شو هذا حقي؟ حق شو؟ ولو. انا مسامحك، ما بدي اخذ منك شيء، بس هيك. لا 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 لا، انا مالي مسامحك، بس انا هلا بدي حقي. ولك حق شو هذا؟ حق شو؟ هذا حقي بربع دكانتك اللي اشتراها منك ابي ودفع لك حقها شندي. حقه؟ هيك لكان. ايه هيك لكان. ما هلا ناولنا ايجار كري المحل، او اذا بدك حمل حالك واطلع وانا بدفع لك باقي حقه شندي. لا ما حذرت، انا رح بدفع لك اجرة الربع لانه ما بدي بيع منو. وانا ما بدي هيك شراكه ولا بدي اكل من لحمتك. اخي انا اليوم المساء بيجي لعندك وبعطيك المصاري وبروح على الكراكون وبسحب الشكوى من اساسها. منيح هيك؟ منيح. معناتها بتبعت لي رطلي مشاوي على البيت كفايه حق الربع. امرك شو عليك؟ بسيطة. وزلني هذا دعمة. والله شو ما عملت ما رح اوفي ابوك. شو ما عملت الله وكيلك، كان يعطيني من ارضه كل شيء بدي اياه والله يعني وببلاش. هيك رحت اشتكيت علي للكراكون. والله انا يا حسيب ما بدي اشتكي عليك ولا بدي طالبك بقرش واحد، بس ابو نادر ضل يوز براسي ويقول لي روح اشتكي عليه للكراكون، اشتكي عليه للكراكون. خير، انا ما بدي اعمل معك قبيحه لانه ابي الله يرحمه وصاني فيك. مشان هيك هلا بتروح على الكراكون وبتسحب الشكوى على راسي مشان حسابك. بعدين انا ما اسمي حسيب، انا اسمي حسيب بيك. حسيب بيك على راسي، على راسي يا حسيب بيك. حاضر حاضر، ها يلا. شو؟ كيفك برات الحبس حسيب؟ ايه والله يا ابو نادر، معي تطلب لنا شاي وارجيله. انت مين مفكر حالك حتى عم تحكي هيك معي؟ مين؟ انا ابن العز نادر، ابن العز. ومو حلوه من ابوك كرمال كم جديه يشتكي علي للكراكون. انت مالك عنا شي بالمرة، بتحمل حالك وبتنقلع من هون، يلا. لا لا، إلي وكتير، وأبوك بيعرف. وبعدين لا كتير تعصب مشان ما يطقل لك عرق. ايه يا أبو نادر، لا تاكل هم جيراننا بالحارة، الخضرجي والحلوانجي واللحام.
لأنه هي المصاري اللي عم باخدها منهم هي حقي. شرف. هاي حصص أبي بدكانة الخضرجي والكندرجي واللحام وكل أهل السوق، وكمان حصة أبي بهي القهوة. ولك انت شو عم تحكي يا؟ لك شو انت مجنون؟ ايه أبوك يا بده يدفع لي نص القهوة يا ما بيحمل حماله وبيطلع هو وانت برات هي القهوة وأنا بدفع له حقه فيها. يا ابي هاد شو عم يحكي؟ ولك فهمني شو عم يحكي؟ طب يا اتركه، كل اللي عم يحكيه حسيب مزبوط. لحظة، هذا الحكي اللي حكيناه له علاقة بحق الحريم اخواتي وحقي. لا تنسى الفاتحة اللي قريتها انت وابي مشان خطبتي على بنتك. مزبوط مزبوط، أنا وحسيب قرينا الفاتحة على أختك. لا أنا ما عم صدق بالمرة، ما عم صدق اللي عم اسمعه. طيب أنا شلون ما عندي علم بهذا الحكي؟ شلون يا أبي شلون؟ ليش مخبي علي طول الوقت؟ ليش؟ لسه لا تاكل هم. كمان قرينا فاتحتك على اختي. شو؟ لك انتوا شلون بتهروا؟ فاتحتي على اختك بدون انا ما يكون عندي علم؟ لا انتوا بدكم تجننوني ها؟ بدكم تجننوني فهموني شو القصة؟ سيدي هلا بكل الاحوال لا انا رح اتجوز لاختك ولا انا رح اعطيك اختي. مثل ما حكينا اليوم بالليل يا بتجي بتاخذ حقك مني يا بتجي لعندي على البيت وبتعطيني حقي. السلام عليكم. بصير خير بصير خير. شو هذا يا ابي؟ شو هذا اللي عم بسمعه؟ لك شو القصة؟ ولك فهمني والله رح جن يا ابي.